يا بابي يا بابي، انت كيف بتعمل معي هي العملة اليوم الصبح؟ كيف؟ خير ليش شو عملت معك بابا؟ كيف تنسى تترك لي ايجار مواصلات اليوم الصبح؟ اجار مواصلات؟ مشان شو؟ شبنا ابو الخل، شبنا ما حلنا نخرف وننسى. شو نسيت شو طلبت مني امبارح؟ انه اروح على مدرستها مشان راقب لك اياها اذا كانت عم تمشي مع حدا او عم تحكي مع حدا. شبنا والله مزبوط، حقك علي، بس صدقني اني نسيت. عموما وطي صوتك بلا ما تسمعنا امك. لا تخاف ابي لا تخاف. امي عند الجيران من الصبح وقطوشه مدفوسه من 3 ايام ولهلا ما فاقت. طيب طمني شو صار معك؟ لا تقلق من شيء ابو الخل ولا يهمك، انا كل يومين 3 بروح براقب لك اياها، امورك كلها ماشيه تمام التمام، بس انت اوعى تعملها فيني مره ثانيه وتنسى تترك لي مصاري ايجار طريق، اوعى. ايه منيح تمام، يعطيك العافيه ابني، ريحتني الله يريحك. صحيح ابو الخل ما سالتني كيف اليوم دبرت حالي؟ كيف؟ هات لشوف، احكي لي كيف رجعت وما معك مصاري؟ يا سيدي كان في بجيبتي 1000 ليرة، ما في غيرها، مخبيها من زمان، قلت لحالي وفرها يا ولد وخليها بجيبتك ورحت مشي. ايه برافو عليك، منيح اللي وفرت ل 1000 ليرة وتركتها للرجعة. بس كمان انا ما دفعت شي بالرجعة. شلون؟ كيف؟ يا سيدي انا لقيت ميكروباص، قمت ضليت لح وركض، قلت لحالي بوفر ال 1000 ليرة وضليت اركض وراه لحتى وصلني على البيت. شلوني معك؟ طول عمرك اهبل يا طشمة، لو كنت راكد ورا شي تاكسي ما كنت وفرت على حالك هلا شي 15000 ليرة يا دب. نعم؟ شو قلت بابي؟ والله شكلك انت بدك تخليني اقضيها ركض ورا هالسرافيس وهالتكاسي مشان توفر وما تترك لي شيء، بس انا اذا في الصبح وما بلاقيك تارك لي مصاري ماني رايح.